السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير وفي صحه جيده. مرحبا بكم معايا فيديو جديد وفي درس جديد. الدرس ديال اليوم البنات عباره عن طريقه كيفاش تبداو الرنداد الحصيره في الكمام. يعني نبداو في هذا القنت ديال الكم. وقبل ما نبداو البنات هذه الطريقه نوريكم شفويا كيفاش كتفتحوا هكا فتحه العنق، حيت صورت لكم البنات ولكن تمسح ليا في هذا في التليفون. انا نشرح لكم هكا شفويا. بالنسبه لهاد الفتحه البنات الا بغيتو تحلوها، يعني كتحسبوا العدد الغرز اللي درتو في الحصيره. يعني انا هنايا عندي 23 غرزه، نقصت منهم هاد 5 هادو اللي غندير بين طرف وطرف. كتعطيني 18 سنتيم، وديك 18 سنتيم كنقسمها عاوتاني على جوج كتعطيني 9 ديال الغرز. يعني كندير 9 هنا و9 هنا. ومن بعد كنجي لهذا الطرف كنخدمو كله، يعني كنخدم هذا الطرف كله حتى لهنا. ومن بعد كنجيو لهنا لهذا كنحسبوا 5 ديال الغرز بيناتهم بحال هكا. كنجيو حتى ل5، يعني كنحسبوا من هنا 1 2 3 4 5. كنركب فيها الخيط، كندير الخيط هنايا. ولا كنجيو لهنايا البنات، يعني لهاد الجهه هذه كنحسبوا 9 ديال الغرز وكنركب الخيط وكنخدم هاد الطرف حتى هو بحال هكا حتى الفوق. يعني كنتمنى البنات يعني يكون شرحي واضح ومفهوم. نرجعوا لكم البنات، يعني نوريكم الطريقه كيفاش تبداو الرندات الحصيره في الكم. بالنسبه للطريقه البنات كاينين جوج طرق. يعني كنبداو بهكا، يعني كنبداو بهاد الفليته هذه كنشدوها كنديروها هنا، يعني كنخشيوها هكا في المخده. يعني كنخلي واحد اسباس بين الثوب وبين الفنيته على حسب العرض اللي بغيتو في الرنده ديالكم. انا هنا غندير غير 4 ديال الغرز. كنركبوا الخيط ديالنا بحال هكا في الثوب، يعني في القنت ديال الكم، وكنشدوه كندوروه لهاد الفنيته هذه بحال هكا، وكنديروا غرزه في الثوب، وكنديروا في هذا الخيط هذا كنديروا فيه الغرز اللي بغينا. يعني كنديروا 4 ولا 5 ولا يعني اللي بغيتو في العرض ديال الرنده. وكاينه الطريقه الثانيه البنات، يعني الطريقه اللي كنديروها يعني بزاف، يعني كنديروا بناء الغرز. يعني انا غنبني هنايا واحد 4 ديال الغرز. كما قلت لكم انا غندير غير 4، يعني على حسب العرض اللي بغيتي يعني في الرنده ديالك. وبالنسبه للمبتدئات يعني انا كنصحكم بهذه الطريقه هذه ديال بناء الغرز. يعني هي الطريقه الاولى الا ما كنتيش نيت يعني متمكنه في الرنده، يعني يقدر يجيك هكا الكم تقلص شويه. يعني من الاحسن تبداو بهذه البديه هذه، يعني تبنيو الغرز اللي بغيتو، يعني العدد اللي بغيتو وتخدموا عليه. انا هنايا عندي 3 ديال الغرز، خاصني الرابعه. هيا الرابعه. انا هنا درت 4 د الغرز. غنرجع لهنا غنرجع في هاد 4 د الغرز بحال هكا. غنضرب في هذه في الثانيه، هي هذه. غنجيب واحد الفنيته غنديرها هنايا في هنا في هاد الغرزه، وغنخشي هكا في المخده باش تعاونني باش يعني نخدم على خاطري. نخدم الثالثه من بعد الثوب. هكا كنخدم اول غرزه بحال هكا، هاد الثانيه، هاد الثالثه، الرابعه هي هذه فاش درت هاد الفنيته هي هذه. يعني نخدمها بحال هكا وغندير فنيته نرجعها بحال هكا. يعني كديروا هاد الفنيته البنات ولا ديروا داك الفيليل
باش غير يعاونكم هكا، باش يعني باش تخدموا على خاطركم. وكنرجعوا في هاد 4 ديال الغراز يعني والعدد اللي درتو نتوما، وغنضرب في الثوب وما كنبعدش بزاف البنات، ما كنبعدش بزاف وما كنزيرش بزاف الخدمه. بالنسبه للخدمه د الكمه البنات ماشي كما كنخدموا نص طوق. يعني بالنسبه لهاد الغرز ديال اللي كنضربوا في الثوب، يعني كنديروا تقريبا غرزه حدا غرزه، يعني باش ما يجيناش الكم تقلص الا كملنا الكم، يعني باش ما يبانش لينا بحال الا نقصنا في العرض ديال الكم هكا. وكنمشيو بحال هكا عادي، يعني كنمشيو كنرجعو حتى كنكملو الكم ديالنا. بالنسبه للخدمه يا البنات يعني ما تكونش مزيره بزاف وما تكونش مرخوفه، يعني بين وبين. وكما قلت لكم كتعاونوا شويه بحال هكا بهذا بواحد الفنيته ولا شي فيليل بحال هكا باش يعني تعاونكم، يعني تشد لكم يعني الرانده ديالكم وتخدموا على خاطركم. كنتمنى البنات يكون شرحي واضح ومفهوم. الى عندكم اي تساؤل اي استفسار يعني ما تردوش، خليوه لي في التعليقات، ان شاء الله غير نشوف التعليق ديالكم نجاوبكم. الى عجبكم الفيديو فضلا وليس امرا ما تنساوش ديروا جيم وبارطاجيو بيناتكم وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. والى فيديو اخر ان شاء الله ودرس اخر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.